بعد الشعب الجزائري وحده في الساحة يقاتل بكل السماتة. إذا كان نكلم التاريخ ونكلم التاريخ الحقيقي، احنا دفعنا الثمن، ودفعنا الثمن غالي جدا. سندخل عبر جبل بشار رغم وجود قوات العدو لكي تشهد قبورنا بأن هذه الأرض جزائرية. هكذا قال العقيد لطفي في اجتماع لمساعديه وهو بصدد الدخول من القواعد الخلفية بالحدود الغربية. حدث ذلك في 27 مارس 1960 معركة جبل بشار، عندما سقط بن علي بودغن المعروف بلطفي، رائد فراج، حمد بريك والشيخ زاوي بعد معركة ضارية. الاستعمار الفرنسي كان قد طوق الحدود شرقا وغربا بخطي شال وموريس، هذا الأخير الذي يمتد من مرسى بن مهيدي شمالا إلى جنوب بشار على طول 750 كيلومتر، أسلاك شائكة ومكهربة ومزروعة بملايين الألغام. استراتيجية الاستعمار كانت زرع خطوط الموت، والشهداء الذين رسموا بدمائهم حدود الجزائر هم من عليائهم اليوم يرون خطوط الحياة. أعلن رسميا عن انطلاق لاستغلال خط السكة الحديدية من منجم الغرب على بركة الله. وعارفين بأن هذوك اللي ماتوا، عارفين بأن هذوك اللي ماتوا هذوك أدوا الواجب نتاعهم كامل. وهذه الثمرة نتاع الكفاح، هذه الثمرة نتاع الكفاح الطويل، نتاع الجهاد القاسي، هذا الجهاد المرير. والشمس اليوم لما طلعت على الناس الكل.